السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نواف الدوسري وماجد خيبري سيلا ادواو في المباراة، والرياض بودبوز والعرضية والكرة تدخل المباراة. هل من مفاجأة؟ ولكن يبطل كل المفاجآت اللي في جولتين ماضيتين. يريد الخروج من دوامة من رياض خلف عرضية، لكن خلصها مدافع الشعلة إلى كرة تصطدم وتعود إلى داخل منطقة الجزاء الرأسية، تمر إلى خارج أرضية الملعب، وركلة مرمى لصالح الشعلة. الآن زبيد إبراهيم كان مع الكرة الماضية، والصورة على العلي. وتحدثت عن معدل الأعمار هذا الشوط والعشر دقائق الأولى، الكرة تمر خلصها إياد. وهنا أجمل الأصوات في أجمل الأجواء في شتاء جدة الجميل، في شتاء. إلى الجهة اليسرى تمريرة تمر زبيدي لكن إلى خارج أرضية الملعب. كرة اللعب راسية بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، تمر من هيثم عسيري. الكرة الماضية لاعب الدولي اللي مثل عبد الباسط، كرة أمامية وهروب في اللقطة. الكرة تمر سهلة. وفي هذه المباراة كارلوس هنريكي خطيرة للأهلي عرضية، الكرة تمر سهلة لسفيان. الكرة الماضية راحت من هيثم عسيري. اللقطة الماضية لصالح الفريق ينتظر مساندة، تمريرة للجهة اليسرى، لا زالت صالح الشعلة خطيرة لكن سلام جميلة. جول أهلاوي أول، الغزال الأهلاوي في اللقطة الماضية. هيثم عسيري بعد تمريرة جميلة ماركة من بودبوز، ماركة رياض بودبوز، حط هيثم أمام سفيان. هيثم على طول يسجل الجول الأول. ما صدق خبر الغزال الأهلاوي القادم، النجم الأهلاوي القادم. شوف الكرة الرياض في اليوم، عرضية جميلة. حكم المباراة يستدعي هيثم عسيري في اللقطة الماضية. ماذا هناك يا فيصل؟ هل مثل فيها هيثم؟ وين رايح للبطاقة الصفراء؟ هل احتسب ركلة جزاء؟ حديث كان مع حكم المباراة من زبيدي ورياض. كان عزفه جميل، يعني صنع الهدف الأول، هو يصنع كل الخطورة الأهلاوية. هل ياتي الهدف؟ الترقب، النظرات، ورياض مع الكرة، وممكن رياض باليسار يسارية لعبها لكن الكرة في حائط الصد راحت على مرمى الشعلة وعادته. وجانب من الحضور والمطيري تمريرة، كرة جميلة للجهة اليمنى، ممكن جول تسديدة إلى خارج أرضية الملعب من خالد الآن، وتمريرة خلف المدافعين تمر لدفاعات الشعلة تتخلص. 5 مباريات لعبت. شوف موسيماني والتوجيه زبيدي في الجهة اليسرى. نعم، خطورة الشعلة من الجهة اليسرى كبيرة. وجانب من الحضور اللي يتابع مباراة اليوم، حضور الأهلي والشعلة، والأهلي يتقدم بهذا الهدف الجميل بهدف هيثم عسيري حتى الآن في شوط المباراة الأول. وسلامات يا حسن العلي أيضا. نجد الباسط هندي إلى فرانكوم، إلى عبد الباسط، ونصيف البياوي سجل في الكرة تلعب من مازن. دوران جميل وكرة عرضية لكن عادت لصالح الشعلة الآن، والتمريرة ضغط على حامل الكرة وخطأ لصالح الشعلة في اللقطة الماضية. خطأ من هيثم عسيري. وسلامات لفهد الصيفي. راحت للعلي، التمريرة من بودبوز لكن وين لصالح الشعلة. ما هذا الإصرار. وباستوس ونصيف البياوي. علي مر ممكن داخل المنطقة لكن عودة من الخيبري، والكرة إلى خارج أرضية الملعب.
الى خارج ارضيه الملعب الاول. سيناريو جميل يكون. الكره تمر خطيره، بس راسيه جميله. سفيان يخلصها في اللقطه الماضيه. الانجولي لا، دفاعات الشعلة عادت تسديده، خلصها حارس المرمى. الله يا هي، مرور جميل وتقدم بالكرة وعرضية جميلة حلوة الكرة العرضية والباكورد الجميل اللي كان من سيلة دواو. رياض بودبوس تمريرة راحت لهيثم خطير، تسديده يسارية جميلة، وردة الفعل من شوط المباراة الأول كما هي يا سفيان. والله حارس كبير، والله حارس كبير سفيان خضيرية. شوف الكرة وجهة اليسرى عرضية خطيرة جول. راحت لفرانكو، الكرة كانت رايحة للبني حلة. باكيتي مر بالكرة، مر لكن مجرشي خلصها في اللحظة المناسبة. لا زالت الآن مجرشي خلص الكرة. علي مجرشي خلص الكرة. دور دفاعي كبير لعلي مجرشي وافتكاك ممتاز، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. موسيماني يغضب على الكرة الماضية، على إعطاء الفعالية في الأدوار الدفاعية بتواجد البجيل وجمهور الأهلي. كنترول العالي، تسديده، الكرة خلصها سفيان من حارس المرمى. هذا القفاز المتألق في مباراة اليوم يعطي الفرصة للاعبين شبان في هذه المباراة ويبني مستقبل جديد بالنسبة لفريق الشعلة. موسيماني والسبورة الفنية يا موسيماني ومراكز اللاعبين والتغيير في المراكز. ممكن الكرة تمر لصالح الأهلي، تتخلص من دفاعات الشعلة. باكيتي الدوران والتمرير، الكرة خطيرة، تسديده من سيلة، خطيرة. مراد يهرب بالكرة الآن، مراد خضر، الله جول ثاني. النجم الجديد، النجم الأهلاوي الجديد في أول ظهور يسجل جول، في أول لمسة يسجل جول، يجيب الثاني مراد الخضري بكورة، بمتابعة، بلمسة جميلة، عطاها واحدة، خدع الجميع. مراد خضري يسجل الهدف الثاني لصالح الفريق.